ولما كانت الحلقة 50 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن المقدم أحمد لما عجز أمام الدليلة وفقد الحيل والحيلة رماها بآخر سهم في جعبته، وأحضر لها الشاطر علي من بلدته حتى يضرب الشيطانة بالشيطان ويجلد الحية بالثعبان ويرضى عنه السلطان. وحضر الشاطر علي من مصر الجميلة، ودارت المعركة بينه وبين الدليلة، فكان له عليها يوم وكان لها عليه يوم، إلى أن انتصر عليها في معركة حاسمة وضربها الضربة القاسمة، واستولى على الحمام الزاجل الذي يطير بالرسائل، فاستسلمت الدليلة وطلبت الأمان، ووضعت الحرب أوزارها وهدأت صيدان، وانتصر الرجال وانهزم النسوان. ولكن البطل الغالب غلبه قلبه، والفارس المنتصر هزمه حبه، وتبسم القدر وساقها عبرة من العبر، وفعل الحب المحال وتحولت الحال، وتعجب العجب، فقد ملك المغلوب منغلب، وعرف الشاطر علي ما هو الحب، وشرب من الكأس حتى ارتوى، وسهد وتعذب من وجده بزينب. فلما استسلمت أمها طلب منها يد بنتها، فأحالته على خالها، فلما تغلب عليه وتوصل إليه طلب يدها منه، فاشترط عليه خالها أن يحضر له أولا بدلة جيهان بنت الساحر برهان، وأن تكون هذه البدلة مهرها إذا استطاع إحضارها. كان الشاطر علي يظن أن هذه البدلة مسألة سهلة، ولم يكن يخطر بباله أنه سيواجه الشيطان ويضع يده في فم الثعبان. فلما خرج في طلب هذا المهر غاب عن العصابة أكثر من شهر، ولم يقف له أحد على أثر ولا سمع له خبر، فقلقت العصابة واستنكروا غيابه، وعلاهم الوجوم والكآبة، وفجأة سمعوا طرقا على البوابة. دي خبطة علي، افتح يا حنيشة. يا ترى هل ترى علي معلمي؟ سبع ولا ضبع؟ ضبع يا معلمي. ما قلنا لك من الأول. أنا حسبتك بتهول، دي حاجة تمخول. تصدق يا معلم إن القصر بتاع برهان طوبة دهب وطوبة فضة؟ طوبة دهب وطوبة فضة؟ واللي ألعن من كده إن القصر ده ما يبانش للعين إلا لما يكون الساحر برهان فيه، ولما يخرج منه يخفيه. إزاي يخفيه ما تفهمش إزاي. الكلام ده صحيح؟ أنا ما كنتش مصدق الحكاية دي. دي حاجة شفتها بعناية مقدم، محدش قالها لي. لو كنت تشوف اللي شفته وتعرف اللي جرالي. أصل الحلو غالي والمهر غالي. انت هتعزيني في حالي. أنا يا ابني ما أقصدش. ومع ذلك معلش
لسه بيني وبينه حساب ما صفناهش. ايه اللي حصل؟ اللي عمره ما حصل. ايه؟ انا خرجت يا معلم اشق في سوق العجم، النهار راح والليل هجم. بصيت لقيت راجل عجوز مناخيره زي الكوز، ماشي ينفخ زي التعبان، والناس تشاور عليه ويقولوا برهان برهان. رحت لابس توب الليل وقلت وقتك يا ابن الليل، ومشيت وراه متخفي، لا حس بيا ولا شافني. لما خرجنا من العمار بصيت لقيت الساحر انضار، رحت متدور وراه وبص هو كويس ملقاش حد وراه. راح مطلع شيء من المخلة اللي معاه وقعد يقرا ويقسم ويبسبس ويعزم. بصيت يا معلم لقيت قصر قدامي. انت مش هتصدق كلامي. بس قول وبعدين. ودخل الساحر القصر، الزبقت وراه من غير ما يشوفك؟ عيب يا معلم، امال اسم الزبق ليه؟ نهايته. وبعدين مد ايده في المخلة وقعد يقرا كلام، وراح زاعق وقال يا خدام. لقيت صمات وعليه كافة ما تشتهي الشفة واللسان، ولقيت حاطط قدامه بدلة جهان، وقعد يشرب وياكل وياكل ويشرب. انا قلت ده وقتك يا علي، ان ما كنتش تاخد البدلة منه وهو سكران عمرك ما هتعرف تاخدها من برهان. واتسحبت من ورا الستارة وهو عاملها خمارة، وحاطط البدلة على صينية دهب وعمال يقول يا من سرق يا من نهب، بدلة على صينية دهب، بدلة جيهان بنت الساحر برهان. فين أولاد الليل؟ فين الجدعان؟ رحت ساحب سيف البلاد وقلت له مكانك يا برهان. مكانك انت يا غلبان. الله ايه ده؟ وايدك اللي فيها السيف كمان. انت شيطان. وايدك الشمال رخرة تتجمد في الحال. انت دلوقتي جماد، وفي ايدك سيف بولاد. تعمل بيه ايه يا غلبان؟ اتكلم، انت مين؟ انا هقتلك يا لعين. وايه اللي رماك يا مسكين؟ انت مش عايز تقول انت مين؟ انا اعرف حالا انت مين. وادي الرمل، نضرب تحت الرمل. 7 برج السرطان و12 يخدموها الجان، 8 في 8 والنجوم 8 والساعة دانية والمكتبة. ازاي؟ يا سلام كده. مش عاوز تقول انت مين وجاي هنا ليه؟ مش هريحك يا لعين. اريحك انا؟ انت علي الزيبة يا مجرم، وجاي تاخد بدلة بنت جيهان عشان تقدمها مهر لزينب بنت الدليلة المحتالة، كده ولا لا؟ ما تتكلم يا علي. اسمع يا ابني، انت يا ابني لسه صغار وخسارة. انا هعتاك وتديني عهد بينك وبيني، ما توقفش في سكتي ولا تيجي في طريقي. انت مالكش عهد يا برهان ولا ليك امان. يبقى ما فيش مفر يا علي. هعملك ايه؟ وانت بايدك ايه؟ انا هعملك حمار فيه منتقم جبار. اسكت يا حمار، اخرج من الهيئة البشرية. انت هتروح في داهية. اخرج من الهيئة البشرية، اخرج من صورتك، اطلع من جلدك، كن حمار. انا دلوقتي يا علي
بقيت حمار، والحمار احسن منك كمان، عشان الحمار ما يعرفش انه حمار، لكن انت عارف انك بقيت حمار. عرفت انك حمار؟ يا خدام هذا المكان، خدوه وعلى الحاصل ودوه، اما نشوف حنعمل معاه ايه، يمكن نبيعه ونلاقي حد يشتريه. اسمع يا حاج زناتي، ايه يا مرات؟ الحمار ده ما يقعدش في البيت. ليه بس يا ولية؟ ده حمار كويس ورخيص وابن ناس. الحمار ده ما يقعدش في البيت وخلاص. ليه؟ عاوز تعرف ليه؟ الحمار ده قليل الادب. انت بتقولي ايه؟ بقول لك الحمار ده قليل الادب. هو في حمير مؤدبة وحمير قلة الادب؟ ده اللي حصل. ايه اللي حصل؟ بيبص لي بصه وحشه. شوف شوف. الله 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 الله، الحمار بيلعب حواجبه، بيغمز بعينيه، يا ساتر. ما انت شاريه من الساحر. لا يكون الحمار ملموس، ولا يمكن يكون شيطان. يا رحيم يا رحمن، انا قايم ارجعه للساحر برهان. يلا قدامي. حان حان حان. واخذ الرجل الحمار وانطلق الى الساحر المكار ليعيده اليه، فلما دخل عليه رفع الساحر عينيه ونظر الى الحمار نظرة من نار. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 50 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.